يعني الأول كان لك موقف معلن، ثم حدث نوع من المراجعة لهذا الموقف في ضوء الهجوم الذي تعرضت له من قبل بعض الجماعات السلفية. حقيقة أنا عايز بوضوح كده موقفك إيه؟ موقفي لم يتغير. أنا مصر دولة لها قيم إسلامية، من الطبيعي أن يكون هناك نص في الدستور على أن مصر جذورها إسلامية. المادة الثانية تعبر عن جذور مصر الإسلامية. المادة الثانية بتتكلم عن أن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية. مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المساواة، الحرية، العدالة، المساواة الاجتماعية. لا أعتقد أن أي مسلم أو أي قبطي أو أي صاحب أي عقيدة يخالف هذا. كل ما يطلبه الأقباط هو أن يكون لهم الحق في أن يطبقوا في أحوالهم الشخصية القانون الكنسي، ولا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يخالف هذا. ما يطلبونه أن لا يكون في تمييز بينهم وبين باقي أفراد الشعب المصري في الوظائف العامة، في المؤسسات العسكرية. لا أعتقد أن هذه زوبعة في فنجان. أنا مع المادة الثانية، وأقول لك كذلك أن كنت أتكلم مع زملاء من الأقباط اليوم وهم يوافقون على المادة الثانية شريطة أن لا يكون هناك مساواة في الحقوق والواجبات. هذه كذلك جزء من التشوه الذي قام به النظام السابق، أنني ما يطلق علي ضد الإسلام وضد المادة الثانية. هذا كله يعني عبث. زي ما ذكرت، أستطيع أن أجادل الحجة بالحجة، وإنما لا أنزل إلى هذا المستوى الوضيع. الانتقادات التي تروج